السلام عليكم، انا انس خالد. هقعد بعنوان افضل 5 اداءات تمثيليه في تاريخ احمد عز. طبعا قبل ما ابدا الحلقه عايز اقول نقطه طبيعيه اللي بقولها في كل حلقه: الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. يعني انا غالبا زهقت صراحه من الجمله دي، بكررها في كل فيديو. مع ذلك في ناس بتتفرج هتقول لك ليه ده مركز خامس، ليه ده مركز رابع. يا جماعه ده شيء طبيعي، ممكن اداء يعجبك ما يعجبنيش، ممكن اداء يعجبني ما يعجبكش. الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. من غير ما نطول في المقدمه عشان ما بحبش المقدمات صراحه، نروح للمركز الخامس. شخصية المقدم نور في فيلم الممر من أجمل أداءات أحمد عز بدون مبالغة، وكفيلم حتى هو من أجمل أفلام أحمد عز. بس كأداء تمثيلي وحدة الأفلام، وبالمناسبة يا جماعة حدة الأداءات اللي عاملها في القناة هي قايمة على اختيار الأداءات من الأفلام مش من المسلسلات. يعني أنا بختار الأداءات في الأفلام فقط. لو في أداء عظيم شايف أحمد عز موجود في المسلسل مش موجود معايا، ده مش تلاكة مني، أنا بختار الأفلام بس. شخصية المقدم نور في فيلم الممر من اجمل الاداءات اللي عملها احمد عز. قدم لنا رياكشن ومشهد الشخص اللي حرفيا مش طايق حد بطريقه عظيمه، الشخص اللي حرفيا حاسس انه هيوصل للنصر بطريقه جميله، الشخص الحزين ومع ذلك يحاول يوصل يحقق اللي قدام ان هو لا انا جامد وانا فعلا مش مهزوز او انا فعلا مش منهار من جوه بطريقه ولا اروع. من اجمل اداء احمد عز بالنسبه لي. نروح للمركز الرابع. دوره في فيلم ولاد رزق بشخصيه رضا رزق من اجمل افلام احمد عز، من اجمل اداءات احمد عز، من اجمل الاداءات التمثيليه. لو قلنا في العرض الاخير حرفيا اداء جميل، كذا مشهد كان فيه الاداء 10/10. فبدون مبالغه من اجمل اداءاته شخصيه رضا في فيلم ولاد رزق، عملها بطريقه عظيمه الصراحه. ونروح للمركز الثالث. شخصية فارس شخصية نبيل في فيلم بدل فائت. حرفيا الفيلم كأداء تمثيلي لأحمد عز مظلوم، أو يمكن نوعا ما الفيلم حلو جدا فلافت نظر الناس جودة الفيلم، وده ما اداش انتباه لأداء أحمد عز في فيلم بدل فائت. حاجة كده عامل زي اللي حصل في فيلم انسبشن وأداء ديكابريو العالمي. بس الفيلم عظيم جدا فلفت نظر الناس أكتر من الأداء التمثيلي. بس ركز على الأداء التمثيلي لأحمد عز في الفيلم ده، تحفة تحفة فعلا. عامل شخصيتين مختلفين عن بعض، لاعب دي بطريقة جميلة ولاعب ده بطريقة تحفة. مبالغة من أجمل الأداء اللي شفتها ليه صراحة. نروح للمركز الثاني. شخصية عادل النضرجي في فيلم الجريمة. الفيلم مظلوم إعلاميا، الأداء المظلوم معنى كلمة ظلم فعلا في الفيلم ده. يعني فعلا الفيلم في السينما اتظلم، الفيلم في التلفزيون اتظلم، الفيلم من النقاد اتظلم، الفيلم على النت حتى اتظلم. الناس بتتكلم عنه اللي فاهم يا جماعة فيلم جريمة عادي. عادي إيه يا جماعة؟ ده بدون مبالغة من أجمل الأفلام اللي نزلت في آخر 10 سنين. وكأداء تمثيلي ويكاد يكون هو أحسن أداء تمثيلي لأحمد عز، ولو ما كانش الأحسن فهو المركز الثاني بالنسبة لي. أداء عظيم بمعنى الكلمة، الأخص في التلت الأخير من الفيلم. في مشهد واثنين وثلاثة وأربعة، يعني لو واحد فيهم بس كان موجود في الفيلم هقول ده فعلا من أجمل أداء أحمد عز. الأربع مشاهد أنا هكتفي بواحد فيهم وأقول لك لا المشهد ده عشان خاطر ما حرقش للناس. المشهد ده من افضل، يقنعك ان دوره من اجمل الادوار، يقنعك ان اداؤه من اعلى الاداءات. لا وفي مشهد تاني برضه اداء تحفه بيعلى فيه بطريقه عالميه. مشهد برضه تالت تحفه. كل ده في اخر الفيلم كان حاجه عظيمه صراحه. فيلم عظيم لشريف عرفة، من افضل افلامه، فيلم من افضل افلام احمد عز، وكاداء تمثيلي بدون شك هو تاني اجمل اداء تمثيلي لاحمد عز. ونروح للمركز الاول. شخصيه سالم المسلمي في فيلم المصلحه. اعلى اداء تمثيلي في الفيلم، اعلى اداء تمثيلي لاحمد عز في تاريخه. من افضل الافلام ساندرا ونشأت، من افضل الافلام للسقا، من افضل الافلام لصلاح عبد الله، من افضل اداءات صلاح عبد الله. فيلم عظيم بمعنى الكلمه باداء ولا اروع. حرفيا مش هتحس ان عز، يعني ببساطه الاربع ادوار اللي فاتوا كلهم هو عز مثلهم حلو. ده الدور الوحيد اللي حاسس ان عز مش بيمثله، حاسس ان سالم المسلمي هو اللي طالع بوش احمد عز مش اكتر. اكن فعلا ده شخصيه مختلفه. عز هنا مش بيمثل، عز هنا بينقلك تحس ان دي شخصيته بجد، عاملها بطريقه عظيمه. اعلى درجات للتمثيل انك تحس ان الممثل مش بيمثل. في اداء يبقى بالنسبه لك عظيم، لا ده مثل الدور ده حلو جدا. في ادوار انت تنسى هو بيمثل، ده من ضمن الادوار دي بدون مبالغه. واجمل اداء احمد عز بالنسبه لي. وصار الحلقه لي اجمل اداء بالنسبه لك لاحمد عز. عجبك الحلقه؟ اشتراك والاشتراك وسلام.